يا شباب الرجال عنده موضوع. ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير ورمضان كريم عليكم وعلى جميع المسلمين والمسلمات. يا اخوان يا حلوين، اليوم راح عندنا شرح الدحة الشمالية، كيف تدح الدحة الشمالية مع اخوانك الشماليين. انت من اهل الجنوب ولا من اهل الشرقية ولا من اهل الشرقية؟ نعم. فكيف تدحها مع اخوانك اهل الشمال؟ كيف تدحها معاهم؟ اولا اذا الجو بالصف، هم ترى يشوشون احيانا، يشوشون اي نعم. فتضع يدينك هكذا نفس ما تصفق بالبار ولا تصفق باي مكان ثاني، صفق عاد بس انت هم عشان انهم شويه يعني في شمق وعطله في شو كذا. فانت اول دق معاهم بشكل الصوت ايوه. فانت طبعا مصدوم من الصفقه، ولا تحس في اصوات مفترسه جنبك، هيا انت ليش شو ما تعرف الدحة الشمالية ايش موضوع ايش كان؟ وبحي طارده في احد يمشي وراه، لا حبيبي هذا الدحة. ايش تسوي هني؟ تذكر موقف عندك في واحد طق في الحاش، يا صيح معاه عيش الجو. فالكتوف طبعا هكذا نفس ما انت تلعب كتوف كبار، تلعب كتوف بالدحة العرس عند الشباب، الكتوب هكذا انت بس ارفع جزاك بخير، ارفع هيا الصوت احيانا يكون في نغمات مختلفه، هذا الشيبان عنده صوت مختلف، هذا الشاي عنده صوت مختلف، هيا فانت تذكر هذول الاخوان هذا صوت مرحله الشوشه معاهم، خذيت الجو، خذيت دقه الكتف، خذيت دقه هذا، عاد انت الحين تبي تسوي تفنون، اطلع قدام كذا ارجع مد قدام ومد ورا وارجع ورا، كأنك انت قاعد تلعب كرة تنس، فهمت؟ فانت اطلع كذي واطلع كذي، اطلع كذي واطلع كذي. بعيدة تدري انت الحين وش وصفك انت؟ تعرف اللي ياكل برتقال وراء العشاء بالعرس؟ ترى هذا انت صايم ومروق. ما شاء الله يا ولد، الله يقطعك. استغفر الله العظيم صاير. خلاص طف